السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ينعاد عليكم بالخير يا رب. النهاردة هنعمل الفول المدمس في البيت وهيطلع معانا جامد قوي بالشكل ده. شجعوني بأحلى لايك ويلا نسمي بسم الله. معايا نص كيلو من الفول البلدي. يكون الحباية بتاعته وسط كده، متبقاش الحباية الصغيرة الغامقة دي لانها بتغيب قوي في التسوية وبيبقى لونها اسود، بتسود لون الفول. هكون غسلاه ومنقيه بقى كويس قوي، لو فيه فول بايظ او مكرمش كده بشيله، وبشيل الحاجات اللي بتطلع على الوش وبغطيه بالميه كده وبسيبه ليله كامله منقوع. بيطلع معايا بالشكل ده، الكميه بتاعته بتتضاعف وفي نفس الوقت الحبايه بتاعته بتفتح كده، بتبقى بالشكل ده. تابع معايا الفيديو للاخر عشان هقولك على بعض النصائح عشان تسويه الفول. عملت وصفات بمناسبة شهر رمضان الكريم. عملت البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، عملت الأصابع الجلاش المحشية باللحمة المفرومة. عملت تارت الكنافة بالفراولة والليمون المخلل والزبادي. هسيب لكم الطريقة في آخر الفيديو. هحط الفول كله في الدماسة. هكون غاسلة 3 معالق كبار من العدس الأصفر. طبعا بجيب العدس لونه غامق كده، اللون الأورنج ده كده ما بيبقاش باهت، لأن العدس ده هو اللي بيخلي لي لون الفول كده فاتح، هو بيدي لون للفول. ومعايا 3 معالق من الفول المدشوش او المقشور، بكون غسلاهم برضو كويس قوي. هضيفهم على الفول. طبعا مش هحط على الفول ولا بقى الوان صناعيه ولا دقيق ولا نشا ولا مواد حافظه ولا اي حاجه، كلها حاجات طبيعيه. هضيف ليمونه تكون صفرة كده، تكون مطلعه منها البذر. وطبعا الليمونه دي مش بتاثر على الفول في حاجه، ولا بتغير طعمه ولا بتمرر ولا اي حاجه، بس بتدي لون فاتح. هغطيه بالميه المغليه. هزود ميه كده عشان هسيبه بقى وقت على النار يستوي براحته. هرفعه على النار تكون متوسطة، ولا عالية قوي ولا واطية قوي، تكون متوسطة. هشيل الريم اللي على الوش بتاع الفول كده، وطبعا مش كل شوية هفضل اشيل الغطا بتاع الدماسة، لا هسيبه بقى وقت طويل. ههدي عليه النار اول ما يغلي، وهسيبه بقى بعد ساعتين هشوفه. بصوا المية بتاعته تقلت ازاي. الفول والعدس بصوا عملوا المية بتاعت الفول عاملة ازاي. لسه شوية هزوده بقى مية بتغلي. هكون غالية مية مجهزاها، ازوده على طول واتابعه على طول، مبقاش بقى ايه سايباه كده يشيط، لا لازم اتابعه، لازم عايز متابعة بس مش كل شوية يعني. وهقلبه بقى كويس قوي وهغطيه وهسيبه بقى شوية لحد ما يستوي. يلا نشوفه كده. يا سلام، بصوا بقى زبدة. بصوا استوى معايا بقى زبدة. لو جربتي الفول في البيت مش هتشتريه من بره خالص، ريحة وطعمه وشكل حاجة تفتح النفس. بصوا جماله زي الزبدة. بصوا القوام بتاع المية بتاعت الفول عاملة ازاي، من غير بقى ولا نشا ولا دقيق. ولما بيتسبق شوية لما بيبرد المية بتاعته بتبقى تقيلة وجميلة. هتكوني مجهزة بقى كيس تلاجة، لما يبرد تحطيه في كيس تلاجة وتطلعيه قبل السحور تتسحروا منه. وألف هنا. تعالوا نغرف في الطبق كده نشوف شكله. بصوا بقى حباية الفول عاملة ازاي. طبعا هو لونه افتح من كده، هو التصوير اللي ظلمه، هو لونه افتح من كده بكتير. حاجة كده جامدة قوي. يلا بقى نتبل طبق الفول. رشة من الملح كده، فلفل اسود، كمون. كمون ده اساسي في الفول. طبعا الفول غني بالمعادن والبروتينات، وبينصح بيه دكاترة التغذية لانه بيساعد في انقاص الوزن. طبعا بنفطر منه، نتغدى منه، نتعشى منه، هيبقى طبق اساسي في السحور. فجربوه هيعجبكم قوي. هضيف عليه رشة من الزيت ورشة من الليمون، وكده يبقى طبق فول جامد قوي.
طبعا لازم انقعه مش اقل من 7 8 ساعات. وكل شويه بغير الميه بتاعته وهو منقوع عشان بتنزل ميه سودا كده، لازم تبقى لونها فاتح. هرش رشه من بقدونس بقى كده عشان نظبط الطعم. بصوا حاجه تحفه، جامد قوي. وكل شويه مش هفتح عليه، لا يعني كل فتره كده هشوف الميه قلت هزود ميه سخنه بتغلي عشان ما يسودش مني. بصوا زي الزبده، جامد قوي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وضيفوا اصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني. جامد قوي. باي باي.